تخليل الأصابع، تخليلك أبدأ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فافهم تعلمي. وبعض النسخ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فافهم تسلمي. معناها المحققون من أهل المذهب المالكي قالوا بأن التيمم لا تخليل فيه للأصابع. قال به بعض المالكية هو قول متين، قالوا الراجح أنه لا تخليل، قالوا لأن المسح مبني على التخفيف، مجرد يدخلها دير هون هذا مدى التخفيف. قالوا هذا خلاف وهيئة المسح العادي، وهو قول متين حد مشعل وما يخلوا، هذا قول قوي. والحديث ما تشهد بالتخلل المعروف عنه، لأنه قال امسحوا والمسح ينافي التدليك. اقلع هذا من وظيفة الماء ما هو المسح. والضربة الثانية لا تمسح حكم الأولى، لأن الضربة الثانية هي اللي يمسح، هي اللي والله أيوه هي كان يلزم حكم باقي الأولى. شوفوا الفقهاء قالوا رواية، احنا الموريتانيين هون عند الهندسة، خلوكم معايا، يعود حضرك يتيمم يطرح يديه في التراب، تعرفوا ان الضربة الأولى ما هي الواجبة. بعض الناس يمسح بها وجهه فقط ويضرب الضربة الثانية، هذا هو اللي يصير في نحن الموريتانيين، يضرب الضربة الثانية ويمسح بها يديه إلى المرافق. شيخ له عاد كأن المسح اللي للسنة عاد هي لا يمسح بها الفرض. شفتوا الهندسة عاد كأنه لا يمسح الفرض بنية السنة. قالوا كيف هذا لا يبطل عليه يضيع به اللي مسح فرضا عضوا مفروضا بنية سنة. قالوا هذا ما يخسرش، قالوا ما يخسرش ماله، قالوا لأن بقية تراب الفرض لا بد أن تبقى في اليدين، فدخل على السنة الفرض وكأنه مسح بهما. يا غير حنوني يا غير اللي خاطر قاع يمرق من الكيك لقاع من تاويلات الفقهاء، هما ضربتين على المشهور، يضرب الضربة الأولى ويمسح بها وجهه ويديه إلى الرزقين، إياك يقابل العضوين المفروضين بالمسحة المفروضة، ثم يضرب الضربة المسنونة ويديرها على المسنون فيعطي لكل ذي حق حقه، ياك يخرج قاع من الكرتين، ما يبقى له التاويلات في الفرق. أيوة نعم. تقديم المعنى قال إذا كان بالنهار عن التيمم إذا بهذا عاد الوقت لا يقدم المهر يجد أيوه. اختلفوا الفقهاء المالكية وغيرهم قالوا من رأي عاد استعمال الماء، إذا تثناه نتوضى والله نستحم له يأخذ الوقت أيهما نفع، كان الشرط يقدم ولو قاع مر الوقت نفسه، والله يا كانك تتيمم خافت خروج الوقت. واضح. قالوا بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحديث أنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعناها على أنه لا يقبل معناها أنك لا بد من تعدل ذا ولو خرج الوقت، لأنك مانك عاصي، لأنك متلبس بالطاعة. قالوا الآخرين لا، المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، وأنك يتعود عادة الطهارة لا يتهدد قاع الفريضة، لأن هذا خلاف القواعد، لأنك إن تعرف أنك مجرد ما أجبرت الماء والله يتي تستعمله ذا هو ما تجي تمرق من صقرنته ما هو يخرج الوقت، معناها تيمم وصلي الفريضة ورانك وراك الطهر وأعيد ندبا ما هو فرضا. واضح. نعم. لحظة حنوشو معناها على أن القول التالي أقوى. المالكية المشهور عندهم الشراح المختصر يقول المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، يعني انت تعرف ان الطهارة لا تشرع لك الوقت تيمم وصلي وراك تكلف انت مسؤوليتك، كانك مفرط قضية أخرى، يا غير حافظ على صلاتك ولا تجعل الشروط. ولذلك قالوا ان رجال لا ترى لا يستر العورة لا هي يشري الوقت، قالوا يصلي عورته مكشوف. انا قال لا ترى لا يتحرن ويعرف القبلين، انت واقف فاز اقعد تحت انت اقعد كما لا يتصور بطريقة اخرى اقعد. سمعتوا الكلام معناها على المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، هذا وأشهرها وأقواها وأكثرها على اللسان اليسرى، والقضية فيها خلاف وله قاعد الملك يا حد. صاحب العذر إن عود عذر، العذر هم اللي على نوعين، شوفوا العذر نوعين، خارج عذر ينتظر زواله بالقرب، وخارج عذر شبه ملازم، هذا ما قلناه في القراءة. أنا قاش عنده عذر يرجى زواله معناها مرض وقد يبرى منه، كي شوي من البرد لحم النهار قد يوقد، هذا يرجى زواله. يا غير أنا قاش أصلا ملازم له البرد ماشي منه مخاخته ما يقد يفارقه ولا يقد يستعمل الماء حتى في زمن الحامل، هو هذا اللي متحرشه، هذا لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه. وهذا النوع اللي جلبته عنده قضية أخرى،
الفقهاء قالوا لأنه راجل الموت وقع أنه قد يزول عذره، هذه مادة أخرى. أما من لا يرجو زوال العذر فهذا يتيمم للجمعة والنافلة وغير ذلك. لهذا يتحول من الماء إلى التراب قاع اوتوماتيكيا، عاد واحد من أهل المسيد وواحد من أهل التراب عاد حكمه الشهاري. لا فهمتوه؟ هذه الكارتير كنا نتكلم عليها لقاش حكمه عنده عذر يرجى زواله. وأما ما لازمه العياذ بالله من لازمه الضرر بحيث أنه المقع ما يقدر يستعمله مطلقا. واضح؟ هاي الحالة اللي هي يتم شتوه يتيمم به اللي تحول من الماء إلى التراب. ايه زي صعيده من درا هو شنو انواع الاجزاء المالكيه المشهور عندهم علن اللي يقول يمم عليه الا التراب، تراب الصاد الا التراب. والله الرمل هذا متكركب شوي كي اللي احيا شوي كي على شكل طوب وشيء تم ذاك التراب او الرمل ونحو ذلك. والله الحجاره والخايفين منه لعل يعود صعد على الارض تصبح تتيمم على اصدر. والله الحشيش وكذلك إذا جيت المعدن من الحديد وعاد المعدن مثلا متخلط بالتراب ما تنفصل عنها قلت تطرح يديك يعمله على الحديد وتتيمم لأنه مسار فم محكوم له لا بالتراب. وكيف معدن الملح ومعدن النحاس وأي معدن يلين ينفصل أرجع للتراب. وافضل التراب من الحشاء وافضل التراب اللي بغبرتها من التراب اللي يابس ما فيها غبرة ما يفصل من الشفري. لأن مولانا قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومنه الدل على أنه في شيء يلصق. قبل منه العلماء أنه يدعوا التراب حتى المبلولة اللي ما يلصق من الشيء أفضل من التراب اللي فيه شيء يلصق. وأن أفضل التراب من الحجرة به للحجرة ما فيها منه. واضح أنه يكمله الدل على أنه فهم شيء يلصق. نعم حني يوفي أيوة زي شوفوا أيوة لا حنوني شوفوا فيه ملاحظة أخرى. هو قال ابن عاشر قال على أن نصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة بها يحيد. وأن التيمم أنه لا أنه الثاني إن صلى فسد وأنه اللاني نصلي به فريضة واحدة الأخراني نصلي هدقم عمارته. لكن ذكر أبو محمد في الرسالة أن حد يعود يسأل في فرائض ذمته أنه قد يصلي هم تيمم واحد. وهذا خلاف المشهور هو ناقل عن مالك غير ما هو القول المعول عليه مذهب. ايه ولا يما الأربعة اختلفوا في التيمم لا يما الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل قالوا التيمم إنما هو للفريضة الواحدة ولا يصلى به فريضتين. جاء أبو حنيفة وقال لما يجعل رأس هو التيمم طهارة جعلها الله تنوب منابع نيابة عن الماء. وعاطيها مولانا قال نفس الحكم ولا فرق بينها وبين الماء. زمن كان حكمه حكم التراب انتقلت له القوة والمعنى والحكم حتى يزول عذره. يعتبر ما هو رخصة بل هو عزيمة في حق من خطب به. قالوا له شنو دليل؟ قال له ما صنع عرف باكر جاءوا ذوك بدل ما توفوا هو وجماعة بدل ما توفوا وسابقهم الصحابة واحدة بعد قالوا احنا بعد نتحدى مالك والشافعي وأحمد بن حنبل يجيبون لنا حديث واحد والله آية صريحة والله دليل قاطع يجعلون به التيمم على انه ما هو كذا لو لا يجيبون لنا قاع شي نص لا يقبلوا تاويلا قاع زين. قالوا لهم احنا دارين رواية المولانا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم وقمتم تدل على ان الوقت الحق لان سابق الحق ما قايس حد الصلاة فدل على ان التحرك لها للطهارة بعد دخول الوقت. وانهم اللي قمتم معناها انكم متهيئ حاصل. حد قال اغسلوا وجوهكم وايديكم قالوا فدل على ان الوضوء ما يوجب عليك ما هو لا تخل الوقت. ومثله التيمم قالوا لهم لا قابلين لكم قالوا لهم شوفوا الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان في بداية الإسلام كان كل صلاة لا بد من يوضع لها من جديد وكان الوضوء الواحد ما تقدر تصلي به الفرائض فلكل صلاة وضوءها. وتم النبي صلى الله عليه وسلم يطبق لقدام الصحابة وكل صلاة يجدوا له. يعني عاد فتح مكة السنة 9 وقيل السنة 10 بعد 10 سنوات من الدعوة إلى الله.